عسلامة ومرحبا بكم. اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نحضر مع بعضنا أشهر وصفة تونسية بنينة ووصفة ناجحة على الآخر، وشكون اللي ما يحبهاش. اليوم جيت باش نحضر معاكم كسكسي بالخضرة ومعاه طاجين. هيا نبداو مع بعضنا. هنا حطيت الزيت يسخن وحطيت الفلفل يتقلي. بعد ما يتقلي نخرجوه، وفي الأثناء وقت اللي هو يبدأ يتقلي أنا حطيت عندي صدر دجاج، حطيته يتسمط في الماء وزدت عليه شوية كركم. بعد ما خرجنا الفلفل نضيفوا 3 مغارف طماطم، وهنا الزيت عندي مقدار كيس ونص زيت، نخلطوها مع بعضهم ونخليه الطماطم تتقلب بالكدا. وبعد نضيف عليها نص مغرفة كركم في الزيت هكاكا، وبعد نضيفوا شوي ماء. وبعد ما نضيفوا الماء نضيفوا الدجاج متاعنا. انا هنا عملته بالدجاج، تنجموا تعملوه باللحم بقري علوش اللي تحبوا عليه. بعد نضيفوا، انا حطيت هنا نص مغرفه فلفل احمر خاطر اللي عندي حار، سينو كان حلو اعملوه مغرفه كامله. شويه هريسه عربي، نص مغرفه ملح، ونحركهم الكل مع بعضهم. هنا الدجاج متاعي بدا يطيب هكا، وفي الاثناء زاد قصيت البطاطا متاعي وخليتها تتقلى في الزيت. بعد ما غلى عندنا الصوص شوي نضيف عليه مغارفتين تابل وكروية ونص مغارفة كبيرة فلفل أكحل، ونمرقه بالماء. والخضرة هنا عندي قنارية وعندي خرشف وبصل، حطيتهم وضفت عليهم فول، وبعد ضفت سفنارية ومعاها اللفت وبطاطا وقراع. عندي هنا القراع الأخضر، سينو إذا كان عندكم بسباس كرنب ضيفوا. أنا هنا ما عنديش. وفي الأثناء ماما غادي تقص في السلطة سيبون. هنا ريتو بعد ما بقبق الكسكاس نضيفوا الكسكسي نخلوه يتفور، والدجاج قصيته بعد ما طاب فرمته بالطريقة هذيك. سينو هنا بقالي الماء اللي تغلى فيه الدجاج باش نضيف عليه البصل ونص مغرفة كبيرة طماطم، ونحركهم هكاك بالطريقة هذيك مع بعضهم. ونرجع نضيف الدجاج اللي عندي ذاك التختوخ، وتفوحوا باللي عندكم. انا الحق حطيت شوي فلفل اكحل وشوي ملح. سيبون هنا كيما تراو هكا. وقت اللي بقبق نطفيو عليه في ريسيبيون. بعد حطيت البطاطا اللي قليتها، ضفت عليها معدنوس وثلاثة عظمات مسموطين، وصبيت التختوخ متاعي. وبعدها نبداو. هنا عملت نص مغرفة كركم عليها نص مغرفة ملح، ونبدأ نزيد في العظم بشوي لين الخليط متاعي هكا ما نخليهوش معبي هكا بالعظم باش ما يجيش كيما الأومليت ولا كيفاش. مي هكا وقت اللي يتلم لينا الخليط سيبا ما عادش نزيدو العظم. سينو انا اختياري، انا حطيت شوي هكا خميرة مقدار نص مغرفة صغيرة، خميرة مرطبات، وضفت عليهم الجبن وكملت ضفت العظم خاطر حسيتها ناقصة. هنا الكل كل ما بين 10 ل11 عظمة، الحاصل بين عظم مصموطة وعظم نية كهو. هنا حطيته في الطبق باش ندخله للفور. نطيبه من فوق ومن اللوطة، وهكا كانت النتيجة. وبعدها فرمت هكا الكسكسي، فككته من بعضه وضفت عليه مغرفة صغيرة تبل وكروية ونص مغرفة صغيرة فلفل أكحل، وناخذ هكا الصوص اللي يطلع، الزيت اللي يطلع لنا فوق الصوص متاع الكسكسي من فوق، هذاك هو اللي نسقيو به الكسكسي أول مرة، ونبقى نحرك فيه باش كل كعبة هاكا تتحل وحدها. وانا بما انه الكسكسي عندي بالخضرة مانيش نجم هكا صوص نخرجه هكا صفيته في الكسكس
وحركت، وتجيكم كل كعبة وحدها وبنته مضمونة بنين بنين بنين. سينو كلنا نعرفوا مطعم الكسكسي بالخضرة كيفاش لا يعلى عليه. هي فوالا هنا نزيدو الخضرة متاعنا. نضيفو توا هكا كرينات الفلفل اللي قليناهم من الأول. هي فوالا هكا الطاجين متاعي يكون حضر والكسكسي حضر وسليطة زدتها خاص. عملت فقوس خاص طماطم وبصل. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا اليوم وان شاء الله تجربوها وما تنسيوش باش تدعموني بلايك ومشاركة.